عام 76 على الأرض الجزائرية. قلت والأرض الجزائرية أرض الخير، أرض الطيبة، أرض الكرم، وكانت كريمة جدا جدا على سيدات تونس، ووجه خير على سيدات تونس اللواتي يتوجن بالذهب الافريقي بعد غياب عن منصات التتويج، وخاصة أقول الذهب غاب 38 عاما. عام 76 كان آخر تتويج لمنتخب تونس بالذهب. اليوم تعيد تونس الذهب الافريقي إلى خزائنها في بطولة افريقيا للأمم في نسختها 21 الجزائر 2014. هنيئا لتونس، هنيئا لكرة اليد العربية، وهنيئا لسيدات نسور قرطاج هذا التتويج بالذهب الافريقي. فرحة تونسية كبيرة، والجماهير التونسية بالتأكيد لن تبخل بهذه الفرحة وهذا التشجيع أيضا لرجالها بعد قليل في المباراة النهائية مع رجال الجزائر. مهما كان الفائز في مباراة الرجال سيبقى الذهب عربيا، واللقاء عربيا بامتياز، والذهب هنا لسيدات تونس والتألق لسيدات تونس. مبروك لتونس، مبروك لكرة اليد التونسية هذا التألق الافريقي. كل التحية لفاطمة صفر، سعيدة رجب، نسرين دولة، مروة الذوادي، فاتن يحيوي، وداد الكيلاني، منى شباح اللاعبة الأنيقة والمتألقة، وكل التحية لرجاء التومي، إيناس جوادي، رفيقة هليلي، نورة بن سلامة، إشراف العبد الله، فادي عمراني، دون أن ننسى لاعبتي الدائرة المتألقتين دوما وأبدا منال كوكي، أسماء الغاوي. فرحة تونسية كبيرة، وتستحق سيدات تونس التحية على هذا الأداء الكبير وهذا الأداء المميز وهذا الأداء الذي أحرج سيدات أنغولا في الدور نصف النهائي. أنغولا منذ عام 98 أي من تقريبا 15 سنة وهي مسيطرة على كرة اليد الإفريقية، لكن تونس أخرجتها من نصف النهائي وحاليا تتوج بالذهب الإفريقي. إذا تونس بطلة إفريقيا 2014، كونغو الديمقراطية في المركز الثاني، أنغولا في المركز الثالث، والجزائر الشقيقة في المركز الرابع. تتويج مستحق لسيدات تونس. تونس كانت قد استضافت النسخة الأولى من البطولة عام 74 على أرضها وفازت باللقب. النسخة الثانية كانت في الجزائر عام 76 وأيضا فازت تونس بهذه البطولة، والتتويج الثالث لتونس